السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المدارس. هنعمل حاجة سريعة جدا وسهلة تقدري تقومي تعمليها، لو كل يومين هتعمليها مرة او 3 ايام تنفعك قوي قوي في فطار المدارس وفي العشاء كمان، وهم بيذاكروا كده كل واحد هياخد له وحدتين كده وهيبقى زي الفل، وحاجة كده سهلة وسريعة. معايا مج من المية دافي بس مش سخن خالص، دافي بس. حطيت عليه معلقتين صغيرين مليانين من الخميرة الفورية ومعلقتين صغيرين برضو من السكر. دوبتهم كده وسبتهم دلوقتي على جنب. حطيت معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح على كيلو الدقيق. سبت الخميرة كده حوالي دقيقتين وبعدين حطيتها على الدقيق، وحطيت معاهم معلقتين كبار من السكر. السكر ياريت تكون حبيباته ناعمة أو سكر بودر. حطيت بقى مج من السمنة ومج من الزيت، معلقة كبيرة كده من حبة البركة. طبعا لو مفيش مشكلة. وهنقلبها كده كويس. ونبدأ بقى نستخدم ايدينا عشان نتوه كل المادة الدهنية دي. مج كده من الحليب او اللبن، وابدأ اقلبها بقى بايدي عشان تشرب كل السوائل اللي احنا حاطينها. بتبقى سهلة جدا ايام المدارس، وما بتحمليش هم لا فطار ولا كمان لو احتاجوا مثلا ياكلوا بالليل او حاجة او هما بيذاكروا، بتبقى الحاجة كده جاهزة قدامك وسهلة. واجمل حاجة فيها انها ما بتاخدش وقت خالص في انك تعمليها يعني. بس كده هي شربت كل المواد السائلة. انا حسيت انها محتاجة تكون اطرى من كده شوية، هحط بس كمان ربع مج من اللبن. زي ما انتم شايفين كده بقى هقلبها كده على الترابيزة او على الرخامة، وابدا اقلب فيها كده. انا مش بعجنها خالص، ولكن انا كاني بقلب بس فيها، بقلبها كده بس، بقلب العجينة كده بس عشان تبقى ناعمة معايا. حوالي دقيقة بس كده، علشان ما ينفعش اعجن فيها كتير، علشان العجينة بعد ما تستوي ما تعضمش او تنشف معاكي وتفضل كده طرية على طول. بس انا هخليها كده على الرخامة كده وهغطيها 10 دقايق، 10 دقايق بس. عدى 10 دقايق، اخدها ارجعها تاني في الطبق وابدأ اقطعها. هقطعها كده القطع قد الليمونة الكبيرة شوية كده، يعني مش كبيرة قوي، هي قد الليمونة كده. ننعمها كده ونعملها كور صغيرة كده، ونرصها كده قدامنا على الرخام. لو هتعملوا كمية طبعا هتضاعفوا كل المقادير، وهنحفظها في علب محكمة الغلق. واحنا خلاص الشتاء داخل، يعني مش هيجرى لها اي حاجه لو تقعد بره التلاجة 3 ايام عادي جوه العلبه مفيش مشكله. لكن لو هتقعد اكتر من 3 ايام في علبه محكمه الغلق، وممكن نحطها على رف التلاجة عادي. هخلص بقى الكميه بنفس الشكل كده. دي الكميه بتاعت الكيلو. هاخد بقى على طول كده من على الرخامه وابدا ارص في الصاج. بس نخلي مسافه بين واحده والتانية علشان لما نفردها. زي ما انتم شايفين كده بضغط عليها ضغط يعني بسيطة جدا وسريعة، ما بتاخدش، بتفرد على طول معاكي لان هي هتخمر على طول، لان ده كيلو مش كتير، وهي خمرانة كويس جدا. ولما تحطي عليها المية بتاعة الخميرة وتكون دافية ما بتاخدش وقت خالص في التخمير. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 او 200 لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت ومن فوق. حلوة جدا وطرية وسهلة. دي كانت وصفتنا النهاردة، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.